السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة كده دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول شهر رمضان الكريم. خلاص رمضان على الابواب. هنقدم معاكم وصفة من وصفات رمضان او الراعي الرسمي لرمضان زي ما بيقولوا، وهي طريقة عمل الكنافة بالكاستر. والحياة دي بناء عن طلب حبايبي في الكومنتات، قالوا لي يا ريت تبدأي تنزل لنا وصفات من رمضان. فانا قلت ما اعمل اول حاجة الكنافة اللي هي اصلا لازم بتتعمل في رمضان، سواء هي او القطايف، وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون مع القطايف. يا رب تعجبكم الوصفة كده وتجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، لان ارائكم بتعجبني جدا. وان شاء الله نبدأ الطريقة مع بعض. شايفين بقى قبل ما نبدأ بس الوصفة كده، وشايفين شكل الكنافة مع الكاستر يعني ميكس حلو قوي مع بعض. وطبعا احنا بنشتريها من بره غالية، ليه نعملش الحاجة في بيتنا وبتكون احسن وانضف واوفر من كل ناحية. نعملها لاولادنا ولحبايبنا في البيت، بتبقى شكلها جميل قوي. شايفين الجمال؟ يا رب كده تعجبكم الوصفة وتجربوها وتقولي لي ايه رأيكم في الكومنتات يا حبايبي. وقبل ما نبدأ الطريقة عايزة بس اللي لسه مشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة. عايزة كومنت جميل منكم كده، من الكومنتات الجميلة دي، وعايزة لايك حلو كده. ويلا نبدأ الطريقة ونسمي الله ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بقى انا جبت نص كيلو كنافة وقطعتها بالشكل ده كده. طبعا انا كنت شايلها عندي في الديب فريزر. طبعا انت لو هي صبحة هتكون افضل كمان، فبس لازم تقطعيها كده بحيث ما تبقاش ماسكه في بعضها. لا لازم تكون كده يعني ايه، زي ما انتم شايفين كده. لازم تكون عشان ما تيجي تقطعيها وتشيلها من الصينيه تتشال معاكي بسهوله. تمام. ادي حطيت الرعه الاولانيه كده، ودهنت طبعا الصينيه لازم كل حاجه طبعا يفضل بالزبده او السمنه البلدي. انا بحط زبده على او يعني سمنه بلدي على شويه زيت صغيرين كده، ولكن السمنه البلدي بتكون ازيد. حطيت الرئه الاولانيه كده اللي هي الكنافه، وبعدين حطيت في الوسط كده الكاستر. طبعا ممكن نستبدل على فكره الكاستر دوت بالمهلبيه. تمام. بس انا عملتها بالكاستر. لو انتوا عايزين تعملوها بالمهلبيه الاتنين ما بتفرقش، الاتنين بيبقى طعمها جميل جدا. ببدأ بقى اوزع الكاستر بتاعي كده. طبعا عشان قبل ما انسى، هو طبعا الكاستر بتاعها بيكون اقل من او يعني بيكون خفيف عن الكاستر اللي احنا بنعمله الاكل. بتحطي مثلا، لو انا عامله طبعا القارب بتاعي يعني هو كان كبير الحقيقه، او يعني ايه، يعني هو وسط كده. فعشان كده انا عملت حوالي 3 كوبايات لبن على معلقتين كاستر. يعني اقل طبعا، هو كل كوبايه لبن. عشان لو انت بتعمليها عادي كده للاكل، بتاع كل كوبايه لبن او حليب بتحطي معلقه كاستر او نشا لو هي مهلبيه. لكن انا طبعا عشان هو بيبقى خفيف شويه عن التاني، عشان ما تبقاش تقيله ومكتله. بعد كده انا كان عندي قشطه، حطيت على الوش كده. طبعا انا حطيت طبعا سوداني. عندك اي نوع من المكسرات حطيها، عايزه تحبيها ساده براحتك خالص. بعد كده انا حطيت زبيب. انا حاطه الزبيب على فكره كان على الكاستر نفسه. وحطيت السوداني دلوقتي، وحطيت جوز هند وشويه كده. كان عندي شويه سوداني حطيتهم، وعندي قشطه كنت يعني شايلها من على وش اللبن او الحليب. فانا بحب يعني اشيلها كده للظروف اللي زي كده، اعمل بيها رز معمر، اعمل بيها كنافه، كيك. الحاجات دي كلها بتتعمل بتبقى حلوه قوي بالقشطه والسمنه البلدي ديت. خلاص حطيت بقى الكاستر كده بتاعي. طبعا لازم الكاستر يكون بارد يا جماعه، وتحطوه سخن عشان ايه، ما يبقاش سايح كده. لا لازم يكون يعني ماسك في بعضه كده، ما يبقاش سايح. عشان كده لازم تسيبيه لما يبرد. بعد كده انا حطيت الجزء التاني من الكنافه اهوت. طبعا لو القارب بتاعك كبير ممكن تعملي كيلو كنافه بدل نص. تمام. بتبداي تقطعيها كده، ما تحطهاش مره واحده برضو، عشان زي ما قلت لك لو انت حطيتيها كده بتبقى مكتله، لان انتوا عارفين الكنافه بتبقى ماسكه في بعضها كده. فلازم يعني ايه تفرفريها من بعض، او يعني تقطعيها من بعضها كده عشان تبقى يعني ايه كويسه وانت بتقطعيها. وهتشوفها طبعا واحنا بنقطعها مع بعض.
دلوقتي انا جبت برضو معلقه حبه زيت صغيرين كده، رشيتها على الوش عشان يديني اللمعه الجميله دي. وديت شويه قشطه، سوري، شويه سمنه بلدي. بس ايه الحقيقه انا يعني كنت المفروض اسيحها على البوتاجاز، بس انا كنت مستعجله فعملتها قطعتها عليها كده، وقلت هي كده كده هتسيح عليها وهي في الفرن. خلاص ادي طبعا انا معلش الكاميرا ما كانتش بتصور، فانا حطيتها في الفرن، خدت القعر بتاعها، وبعدين شغلت عليها الشوايه لغايه ما خلصت. ما بتاخدش وقت، بس لازم تتابعيها لان هي ما بتاخدش وقت خالص. وده طبعا السيرم بتاعها. السيرم بتبقى عباره طبعا عن كوبايتين ميه على كوبايه ونص سكر، عشان ما يبقاش تقيل قوي، ويبقى كده ايه شكله جميل عليها. شايفين بقى معلقه شويه الزيت على الزبده اللي حطيتهم على الوش، ادوها لمعه، وفي نفس الوقت برضو السيرم او الشربات بتاعها اداها برضو لمعه كمان. وبعدين بيديها طعم جميل، لان طبعا احنا ولا بنستخدم سكر ولا حاجه. وقبل ما انسى صحيح، انا حطيت على الكاستر حبه فانيليا علشان يديني طعم جميل للكنافه. عايزه تستغني عن الخطوه دي براحتك، عايزه تستبدلي الكاستر بالكريمه، سوري بالمهلبيه، يعني بدل ما تحطي كاستر تحطي لبن، معلقه 3 كوبايات لبن ومعلقتين نشا. شايفين بقى الجمال؟ شايفين الكاستر؟ طبعا الكاميرا ظلماها، هي طبعا الكاستر باين فيها جدا. شايفين الكاستر فيها ازاي ميكس مع بعضه، بيبقى شكلها تحفه تحفه بجد يعني. ووصفه حلوه قوي، احنا هنا على طول بنعملها بالطريقه دي. بص طالعه كمان الصينيه مش لازق فيها الكنافه تحت، لازم تدهنيها طبعا زيت الاول او زبده عشان ما تلزقش فيها. شايفين بقى الجمال؟ وشايفين الكاستر باين فيها زي ما بقول لكم، يمكن الكاميرا مش موضحه قوي، بس بجد فعلا هي باينه في الصينيه اكتر كمان. يا رب تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها، واترككم في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله.